أهلا. مصر طول عمرها مركز أساسي في واحدة من أهم القوى الناعمة في الشرق الأوسط. اتفقت أو اختلفت، في غياب مصر من بعد الثورة لحد استقرار الوضع فيها، مصر سابت فراغ واضح جدا في الإنتاج السينمائي في الشرق الأوسط، لكن بدأت ترجع وبدأ يتشكل ليها معالم واضحة في الصناعة دي. المعالم دي بدأت تبان من أول فيلم كيرة والجن. بص، رغم الاختلاف الفني على الفيلم ده من حيث إن النص التاني من الفيلم كان سريع وغير متزن، لكن الفيلم ده جمد قلب المستثمرين وبقوة. فالفيلم ده اتصرف عليه 4 مليون دولار وجاب في مصر بس أكتر من 6 مليون دولار، ناهيك عن الفيلم في دول الخليج اللي أكيد جاب أكتر من رقم 6 مليون دولار ده بكتير. يعني الفيلم نجح بكل المقاييس، وده اللي حمس الكل للصناعة وبقوة، والصرف عليها كويس، وبدأنا نشوف إنهم دخلوا أفلام زي الست اللي بميزانية أنا متأكد مش هتبقى أقل من 5 مليون دولار، يعني حرفيا بينافسوا فيلم كيرة والجن. طب هتقولي هل الأفلام دي بتبقى ميزانيات كبيرة وخلاص؟ هقولك لأ بصراحة، هما لحد دلوقتي عملوا أفلام نظيفة وقوية جدا، وأفلام مأخوذة عن روايات زي 19 لأحمد مراد اللي اتعمل منها فيلم كيرة والجن، وغير كده روايات زي تراب الماس، يعني روايات تراب الماس دي معمولة إنها فيلم تراب الماس نفسه. وفيلم الست ده بيحيي ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، فلو الصرف هيمشي في تقوية التراث وتحديثه فالصرف ده حلو أوي أوي، وفعلا السينما واخدة اتجاه عالمي بيه. لو جينا نتكلم على الفيلم اللي هتدخل تنافس بيه في السوق الدولي وهو فيلم مشروع إكس، بص الفيلم ده عنده كل مقومات النجاح، يعني بتتكلم عن حضارة عالمية وليها إرث وشهرة قوية جدا. غير كده الفيلم اتصور في تركيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، يعني الفيلم مسوق نفسه من البداية وهيبقى سهل استقباله، وبرضه الفيلم متصور بتقنية الآي ماكس. وكده كده عندك العنصر الجذاب اللي زي كريم عبد العزيز، عنده كاريزما أي حد بيتقبلها، يعني مش متصنع أو بيحاول يفرض نفسه عليك، وهو كريم عبد العزيز ده مجهز له فيديو كامل وكواليس وغيره وحاجات محدش قالها قبل كده، لو عايزينه اطلبوا الفيديو. وطبعا معانا الفيلم الغريب وهو السيفن دوجز. بص أنا عارف إن الفيلم ده مستحيل ينافس مشروع إكس في الإيرادات، رغم إن السيفن دوجز فيه كريم عبد العزيز وأحمد عز والمخرجين عالميين، بس المشكلة إن المخرجين دول أصلا الحاجات اللي أخرجوها مش بالقوة والنجاح المطلوب، أصلا هم نجحوا في الحاجات الأعمال تجارية اللي هي بتنجح على طول، ما عملوش فيلم متماسك يعني. فده اللي يخلي الرهان على فيلم زي السيفن دوجز يبقى أقل بكتير من فيلم زي مشروع إكس. وميزة السينما عندنا في مصر إنك سوق جاهز نسبيا، يعني عندك كتاب وأفكار، وعندك ممثلين قادرين على تنفيذ الفيلم بجودة تمثيل عالمية، وغير كده عندك إخراج قوي ومتطور جدا، وبالمخرج بيفكر بطموح ضخم. فكان ناقص السوق ده حاجة واحدة بس، وهي الإنتاج، وده اللي حصل في آخر 3 أو 4 سنين. المتحدة بقت تحط ميزانيات ضخمة بالتعاون مع السعودية، وبقى في خطط واضحة للتوزيع العالمي، ومصر كدولة سهل تطلع منها أفلام تصدر عالميا بس مع شوية تركيز وصبر. ومصر مميزة عن باقي الدول فكرة إن هي مش محتاجة استديوهات يصرف عليها مليارات، مصر عندها استديوهات طبيعية. انت مثلا مخرج عالمي هتيجي تقول انا عايز اصور فيلم في منطقة تاريخية، هقولك انت عايز المنطقة التاريخية دي اسلامية ولا مسيحية ولا يهودية ولا عايزة تاريخ فرعوني وهوية بصرية قوية. وانت في مصر من الدول اللي عندها تغذية بصرية رهيبة جدا، وريت نستغل ده بقوة، واحنا بدأنا نستغل ده على استحياء شوية فكرة تصوير الافلام العالمية زي ما شفنا في فيلم فاونتن اوف ياس. والفيلم ده ظاهرة تستحق الدراسة فعليا، سيبك من التصوير في الأهرامات والأقصر وكده، لو ركزت الإعلان بتاع الفيلم هتلاقي فيه طيارة هليكوبتر من الجيش المصري. انت يمكن مش مستوعب الحتة دي أوي، بس ده كان مستحيل نهائيا إن الجيش شارك في حاجة زي كده، ودي حركة قوية جدا، وخصوصا الفيلم هيتعرض على أبل تي في بلس، يعني ضرب كذا عصفور بحجر واحد. أولا استغلال المناطق الطبيعية الكتيرة اللي عندك، أصل المناظر اللي عندك دي كانت بتتعمل في استوديوهات كاملة مخصصة بس بالحضارة المصرية في المغرب والأردن وغيره، ففتح التصوير للأفلام العالمية اللي زي دي بدعم قوي كده انت بتضرب دول زي المغرب والأردن في حتة الأفلام العالمية. والفيلم ده لو نجح عالميا، وهو لسه هينزل يوم 23 مايو، الفيلم ده لو نجح تبقى ضربة قوية جدا للتصوير في مصر، خصوصا ان عندك حضارة جذابة جدا بصرية بطريقة لا توصف. بص اتفقت واختلفت مع الشركة المتحدة، بس في حاجة كلنا منقدرش ننكرها، انها فعلا شركة ناجحة جدا وبتجيب نتائج قوية جدا على الأرض. يعني خلي بالك 90% من البرامج والمسلسلات اللي انت بتحبها ما كانش هتطلع للنور لو الشركة زي المتحدة مش موجودة، فكل ده ما ينفعش ننكره ببساطة كده. انت زمان الأفلام العالمية كانت بتصور عندك بطلوع الروح لحد ما الناس بتزهق أصلا وتنسى إن هي تتصور في مصر، لكن انت دلوقتي الجيش نفسه بيشارك بطيران 8 ملايين الدولارات
عشان يدعم الفيلم بس ويطور لك الصناعة دي في مصر، والصناعة دي بتجيب ملايين، واسأل المغرب على الموضوع ده. بس كده أنا حاولت ألم خيوط المستقبل السينمائي عموما. طبعا في تفاصيل أكتر من كده بكتير، لكن لو قعدت أفسر في الفيديو هيخش في 3 أو 4 ساعات. بس كده ما تنساش اللايك والسبسكرايب في قناة فن ودماغ.